هل الثالوث يا فندم كان موجود في الاديان الوثنيه قبل المسيحيه؟ الاجابه نعم بشكل يقيني لا شك في ذلك، وانا بصراحه هتكلم في النقطه دي تحديدا لسبب، لان هي العمده في الموضوع. اساس المسيحيه قائم على فكره التجسد والثلاث اقانيم، فالفكره دي لو وثنيه يبقى الديانه كلها وثنيه، وده الواقع. هو كان بيقول: أما عن التثليث الوثني فهو تثليث لكن ليس بينهم توحيد، إن كل منهم شخص قائم بذاته وله شخصيته المنفصلة عن الآخر. من جانب آخر، الاختلاف بين التثليث المسيحي والتثليث الوثني هو أن التثليث المسيحي هو الله الواحد الخالق الموجود بذاته الناطق بكلمته الحي بروحه، ويملأ كل مكان وزمان ولا يحد مكان أو زمان أو أحداث أو ظروف. أما التثليث الوثني كل منه مخلوق ومحدود، وتحد أسباب كثير سواء كان من جهة تكوينهم كبشر أو من جهة عوامل أخرى. وهنا في نقطه مهمه جدا، ان الانبا اوغاثون فرق ما بين الثالوث الوثني والثالوث المسيحي في مسالتين. اول مساله فيهم ان مفيش عندهم توحيد، وده احنا هنثبته من كلام الاباء الارثوذكس، يعني هم مؤمنين بالثالوث بس ما بيقولوش باله واحد. طب والنقطه الثانيه ان كل واحد من الالهه الوثنيه شخص قائم بذاته وله شخصيته المنفصله عن الاخر. تعالوا نقرا اللي قاله القمص مينا جاد جرجس في كتاب كنيستي عقيده وايمان صفحه 136، فبيقول: وكان المصريون يعتقدون في ثالوث ايزيس واوزوريس وحورس، وكانوا يعتقدون ان اوزوريس قام في اليوم الثالث. ده كلام القمص مينا جاد جرجس، والقمص ده للعلم من سكان الاقصر واسوان. فبيقول: وتوجد صوره مصريه في قصر انس الوجود تمثل قول السيد المسيح: انا القيامه والحياه. وقالوا ان الاب را موجود في السماء والقب حوحي اي الازلي، فاعطى كلمته للابن الذي يمثله واسم الابن يوسى او يوسو، ويلقبونه بيو امحتب اي ملك السلام. يا سلام، ده وصف يا فندم للمسيحيه، ده بتفاصيله يا فندم، والراجل جايب لك بمراجع مش مجرد اجتهاد. والكلمه الحي وهو ينطق بكلام الاله للساكنين على الارض، وان كان كلام الله هو الذي ياتي بالقيامه والمجد، وهو يخاطب الاب بانه هو الذي يرى الاب، وان الحياه في الارض تعقبها القيامه في ارض الابديه، اي السماء للروح فقط دون الجسد. ويقول الابن: هو انا وانا هو، انا هو اللي انتم بتحاولوا تثبتوا منها الوهيه المسيح. يا نهار ابيض، كما ورد، هو نفسه بيقول كما ورد في الانجيل: انا في الاب والاب فيه. يعني انت متخيل حتى النصوص نقلنا من الوثنيين ان قدماء المصريين وصلوا الى درجه ساميه في علم الاداب، وبشر كهنتهم بوحدانيه الله. ادي النقطه الاولى اللي كان بينفيها حضره الاسقف. وفلاسفتهم بالمحبه، حتى قيل انهم عرفوا مبادئ المسيحيه قبل ظهورها. طب ليه يا فندم ما يكونوش هم نقلوا اصلا الكلام ده من الوثنيين؟ بل قل معي ان الديانه المصريه القديمه كانت ظلا للديانه المسيحيه قبل ظهورها. هذه هي الديانه وكيفيتها عند اجداد القدماء. يعني حتى القمص هنا بيتكلم عن تطابق بين المسيحيه والوثنيه في التوحيد والتثليث وفي القيامه وفي نصوص احنا اصلا ما نعرفش مين كتب متى مرقس لوقا يوحنا، عناوين اتحطت في القرن الثاني، لكن مش عارفين مين كتب الاناجيل دي في الواقع. مين اللي قال ان الكلام ده قاله المسيح اصلا؟ احنا مش عارفين.